بغيت نبدا الكيتو وما عرفاش شنو ندير. اولا الحليب غير مسموح به، ولكن الكريمه والزبادي مسموح بهم، تقدري تعوضيه بهم. اول سؤال طاح ليا في راسي في الاول هو علاش، وانا مشيت كنقلب وقلت نشاركها معكم، يقدر يكون شي واحد بحالي. اول حاجه لقيت انه كوب ديال الحليب فيه 13 غرام ديال الكربوهيدرات بسبب اللاكتوز، واللاكتوز هو سكر طبيعي موجود في الحليب ولكن كيرفع السكر في الدم. بالنسبه للزبادي، الزبادي هو الحليب مخمر، فاش كيتخمر البكتيريا كتستهلك هذاك اللاكتوز اللي كاين في الحليب وكيتخمر هذاك الحليب، فبالتالي اللاكتوز اللي في الحليب ما بقاش بزاف، فبالتالي كوب ديال الزبادي فيه 3 غرام ديال الكربوهيدرات. بالنسبه للكريمه فيها الدهون بزاف اكثر كاع من السوائل اللي هما فيهم اللاكتوز، فبالتالي فيها 3 غرام ديال الكربوهيدرات. عليها الحليب غير مسموح به، ولكن الزبادي والكريمه مسموح بهم واخا هما كلهم عندهم نفس الاصل. انا ماشي متخصصه، انا هي قلبت وقلت نشارك معكم. اذا كان شي متخصص يكتب لنا في التعاليق ويكمل لنا الشرح.